معايا كيلو من اللحمة الحمرا، ومعايا كمان 200 جرام من السمين، أو 200 جرام من اللية، أو ميكس ما بين الاتنين. معايا كمان بصلتين كبار، أبيض أو أحمر، فرمتهم في الكبة ونعمتهم جامد جدا. أخدت المية بتاعتهم ومش هرميها، هعمل بيها حاجة هتكونوا بتسمعوها لأول مرة، وده أول سر من أسرار نجاح الطرب. وهنزل على مية البصل بعصرة ليمونة كاملة، هنزل عليها كمان بربع معلقة صغيرة جدا من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من الملح، وهنزل عليهم كمان بنص معلقة من البابريكا. لو عندك بابريكا مدخنة تبقى حلوة قوي، ولو ما عندكيش العادية تسد عادي يعني، ده أو ده، بس يستحسن طبعا البابريكا المدخنة، بتبقى حلوة خالص بصراحة. كده جهزت مية البصل وجهزت البصل المفروم. بعد كده هنجهز المنديل، والمنديل طبعا بنكون جايبينه من عند الجزار، وعلشان هو ما بيكونش متوفر عند الجزار على طول فاحنا بنحجزه. وده شكل المنديل اللي هنعمل بيه الطرب. سبحان الله، شكله حلو قوي. طبعا بيكون متوفر اكتر في الايام اللي هي بتاعة العيد، لكن في الايام العادية ما بيكونش متوفر على طول، فلازم تحجزيه الاول. قولي للجزار وهو هيحجزهولك. ده بتجيبيه كده بالحتة الواحدة، ما بيقطعهوش يعني، ما مش بيديكي مثلا نصه او ربعه او كده، لا بتجيبيه كله مرة واحدة. طبعا بيكون متوفر طبعا موجود في الضاني، في الخروف او في النعجة. وهاتي اللي هو الخفيف، ما تجيبيش المحمل، بصي الخفيف اللي زي كده، لكن التقيل بيكون دسم قوي قوي زيادة عن اللزوم بصراحة. هبتدي بقى ايه اقصقص المنديل زي ما بتقصي ورق الكرنب بالظبط. ممكن تقصقصي بالسكينة وممكن تقصقصي بالمقص. بصراحة المقص بينجز معاكي كوقت وكمان بيظبطلك التقطيع. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعيني بالله وربنا هيسر لك كل امورك بامر الله. حطولي لايك بقى يا حلوين قبل ما تنسوا بالله عليكم. هبتدي بقى ايه اجيب مية البصل اللي حضرتها معاكم، وهبتدي اغمس فيها المنديل الجميل ده، وهقلبه تقليبة كويسة كده. ومية البصل دي بتخلي ليه طعم حلو كده وريحة جميلة، بتخليه مميز كده سبحان الله. يعني الطريقة دي والله ما كانش حد قال لي عليها خالص، انا قلت هجربها في بيتي الاول، وان طلع الطرب ريحته حلوة وطعمه حلو هبقى انزل الفيديو. فوالله طلعت ما شاء الله، يعني ما شاء الله طلعت خطيرة. فانتوا بقى جربوها وبأمر الله هتظبط معاكم وهتبقى زي العسل ان شاء الله بأمر الله. كيلو اللحمة بقى هنزل عليه بالبصلة، اللهم صل على النبي. البصلتين الحلوين الكبار دول انا كنت طبعا مصفية المية بتاعتهم، هنزل عليهم بقى ايه بمعلقة صغيرة مليانة كده من الفلفل الاسود، ومعلقة كمان من الملح، معلقة صغيرة مليانة ملح، وعصرة ليمونة، ولسه الليمون مكمل معانا لحد اخر الفيديو ما شاء الله يعني. عايزة اقول لكم عصير الليمون في الكفتة بيخلي ليه طعم حلو قوي وريحة جميلة، وكمان في عمل الكفتة. هنزل عليه كمان بعد ما عصرت الليمون بمعلقة كبيرة من العسل النحل. وما تستغربوش اي مكون انا هحطه في الطرب بصراحة. نزلت كمان بمعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، علشان تدي للطرب هشاشة حلوة كده وما يكونش مكتوم. نزلت كمان بمعلقة كبيرة من النشا، ودي المعلقة اللي احنا بناكل بيها الرز. يلا بقى سمي الله واستعيني بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. وعجيني بقى عجنة كويسة جدا، لازم تعجني كويس جدا حوالي دقيقتين كده 3. وهتتأكدي بقى ان العجينة معاكي بقت تمام التمام، هتمسكي كده ايه قطعة اللحمة وتقطعيها من بعضيها تلاقي الخيوط ما شاء الله. كده بقى ايه احنا وصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها. هبتدي بقى ايه ابلل ايدي كده من الزيت وابتدي اصبع. عندك الخلة اللي هي بتاعة الشيش طاووق اللي هي التخينة دي، تمام صبعي عليها، او عندك المعلقة صبعي عليها، او عندك الحديدة دي بقى انا جبتها من البوتاجاز بصراحة بتاعة الشواية،
أو المبرد بتاع السكاكين، يعني اللي متوفر عندك، أي حاجة صباها عليها. هبتدي بقى ايه اعمل صوابع الكفتة كده على السيخ الحديد دوت، وبعد كده ألف عليه قطعة الطرب اللي هي قطعة المنديل. شايفين؟ ما شاء الله، حاجة بجد جميلة جدا. وطريقة التسوية بتاعته سهلة جدا. هتولعي الفرن يعني 5 دقايق كده، لازم الفرن يكون سخن جدا الأول، وبعد كده هدخل الطرب فيه في الرف اللي في النص. لو درجة الحرارة بتاعة الفرن بتاعك سخنة جدا هياخد نص ساعة، ولو درجة الحرارة بتاعة الفرن متوسطة الطرب هياخد معاكي في الفرن ساعة إلا ربع. ما تزوديش عليه درجة الحرارة وما تحطهوش في الفرن مدة طويلة عشان ما ينشفش منك. هقدم معاه ايه بقى؟ هقدم معاه طماطم وبصل وفلفل، هحطهم يتشووا في الفرن من تحت خالص، وبعد ما يتشووا هنزل عليهم بملح وكمون وعصير ليمون وكمان رشة من الزيت، ويفضل يعني زيت زيتون. لو ما عندكيش زيت زيتون رشي رشة بسيطة خالص من الزيت العادي بتاع القلية على الخضار من فوق كده، وقدمي الخضار المشوي دوت مع الطرب، بصراحة بيبقى خطير. وما تنسيش طبعا عصرة الليمونة على الخضار زي ما قلتلك الخضار المشوي. وعايزة اقولك الطرب هياخد التسوية بتاعته في الفرن في الرف اللي في النص، يعني ما تحطهوش فوق قوي في الرف اللي فوق ولا في الرف التحتاني اللي مباشر لدرجة الحرارة بتاعة الفرن، علشان ما يتحرقش منك وعلشان ياخد التسوية المظبوطة. إن عجبكم الفيديو حطولي لايك واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم، وادعولي دعوة حلوة ولكم بالمثل. ادعولي ربنا يشفيلي بنتي الصغيرة من ذوي الهمم ويشفي كل مريض يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. وما توجع قلب أم أبدا يا رب على عيلها، عشان العيل بيوجع قلب الأم قوي.